السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم غاتو غلاسي، مكونات ساهلين بساطين، بدون جيلاتين وبدون فرن، واهم حاجه كيجي لذيذ بزاف. ان شاء الله قبل ما ندوز الفيديو ما تنسونيش من تشجيعاتكم ومن لايكات للفيديو. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج للطبقة الأولى، غادي نديرها غير في المقلة، جينواز المقلة. غادي نحتاج حبة بيض كاملة، الحجم ديالها متوسط ولا كبيرة ماشي مشكل. غادي نحتاج 4 ديال الملاعق كبيرة ديال السكر خشن، قبيصة الملحة، وكنطرب مزيان غير بالطراب اليدوي. نخلطو مزيان داك البيض مع السكر حتى كيميل اللون ديالو البياض. وغادي نضيف في هذه المرحله الزيت، احتاجيت 4 ديال المعالق كبار كذلك ديال الزيت نباتيه، وكنخلط تدريجيا حتى كيدخل داك الزيت. وغنضيف 4 ديال الملاعق كبيره ديال الحليب بحراره الغرفه. صافي كندخل داك الحليب وغادي نضيف الدقيق. غادي نحتاج درت 4 المعالق عفوا 2 ديال الملاعق كبيره ديال الدقيق في الاول، ودرت ملعقه كبيره مملوءه جيدا، يعني المعالق كبار يكونوا مقببين ديال الدقيق وديال الكاكاو. ودرت واحد الكيس ديال الخميرات الحلويات من وزن 8 غرام. صافي وكنغربل ضروري النواشف وغادي نخلط. من بعد غادي نزيد واحد الملعقه كبيره، يعني بالمجموع 4 ديال الملاعق كبيره، 3 ديال الدقيق ووحده ديال الكاكاو. راني ضفت هذه الملعقه الثالثه ديال الدقيق وكنخلط مزيان. غادي نضيف في الاخير واحد الملعقه صغيره ديال الخل. الخل كيعطينا واحد الهشاشه الكيك ديالنا، تقدروا تستغناو عليه ماشي مشكل. اصلا هذا الجينواز هذا ديال المقلاة راه كيجي فتي بزاف بزاف. صافي هنا جبت المقله ديالي، القياس ديالها تقريبا 21 سنتيم 22. درت ليها واحد القاعده لتحت ديال ورق الطبخ، دهنته بالزبده. صافي وكندير فيه الخليط ديالي ونرفعو شويه الفوق باش كيختفيو لينا دوك الحفيرات اللي كيكونوا في الكيكه، وكنخبطو شويه مع سطح العمل. صافي وغادي نغطي عليها عادي، ما غندير لا شيفونه لا والو، ولا النار تكون مهيله بحال الشمعه، بحال غادي تطفى ضروري، لحقاش دغيا كطيب لينا هاد الكيكه هادي. صافي هنا طابت الكيكه ديالي، قلبتها لقيتها نشفات. كنقلبوها على الجهه الاخرى غير واحد الدقيقه ولا ما كاملاش، كتنشف شويه من الفوق. صافي وكنحيدوها. كيف شفتوا راه كتجي طريه راه كانت غادي تهرس ليا. المهم تشقات شويه من الفوق ولكن ما تهرساتش ما تقرداتش. صافي كتقلبوها بشويه هكا على شي كرتونه ولا غير صوينيه كيف ما درت. صافي وكتنشفوها شويه وتحيدوها. من بعد راني عاود قلبتها على الجهه التحتانيه، درتها لتحت. صافي كنخليها تبرد شي شويه، وعاد غادي ضروري نخليوها تبرد، وعاد غادي نقطع القياس اللي بغيت. جبت هذا القياس هذا ديال سيركل 20 سنتيم، وانا قطعت من الوسط لحقاش بغيت هذيك الطبقه ديال الكيك تجيني صغر من السيركل، يبقى ليا شويه ديال الفراغ ما بينها وبين السيركل باش ندخل فيه الكريمه. كيف شفتوا راه كتجي فتيه بزاف. هنا كنعتذر، كانت بنتي هي اللي حدا التليفون، كنقولها مره ديري حبسي التصوير، ومره كنقولها بركي، ما يحسبش ليا حبسات ليا التصوير. المهم درت السلوفان من التحت، درت عليه كرتونه من الفوق من السلوفان، وعاد درت طبقه ديال الكيك مقلوبه، يعني الطبقه اللي كانت من التحت هي اللي درت من الفوق. صافي ودرتهم في السيركل وطلعت داك السلوفان مع السيركل. صافي درتو جانبا، بغيتو تسقيو سقيوه، ما بغيتوش بلاش، بغيتو تسقيو بلا حليب ولا قهوه اللي ليكم اختيار. المهم هذا الجينواز هذا راه كيجي فتي. المهم في هاد الطبقه الثانيه غادي ندير الطبقه المقرمشه. استعملت هنايا غير هاد الباستا هذه راه معروفه بلا ما نقول السميه ديالها. درت انا 4 عفوا، انا زدت وحده في الاخر، 4 ديال الحبات ديال الدرهم. كتجيبوهم هكا كتشخشخوهم بيديكم، بغي كيتهرمشوا،
وكتجمعوا الخليط بالشوكولاته ديال الدهن صافي حتى كتوليو هكا كتجمع ليكم. غادي نجيب واحد البلاستيكه كنحط عليها داك الخليط. هاد الطبقه هذه مقرمشه، تقدروا تعوضوها بطبقه ديال المكسرات مع الكراميل ولا الفويتين ولا اللي عندكم. مهم درت انا هذه راه كتجي رائعه وكتبقى مقرمشه لينا في الكاطو واخا كيبرد، كتجي اقتصاديه كذلك. صافي كتجيبوا ديك البلاستيكه وكتطلقوها هكا تشكلوا بها واحد الدائره قد الكيكه اللي غادي نديرو في الكاطو. كنحاولوا معها كنقادوها، وانا هنا غادي نجمع عليها ديك البلاستيكه وغنديرها واحد الطبيسيل وغنديرها في المجمد. كتشد راسها شويه باش كنبغي نهزها نحطها كتجيني ساهله ما كتهرش. صافي هنا جبت الكريمه ديالي. في هذا الكاطو كامل استعملت نصف لتر ديال الكريمه. نصف لتر خديت منه 400 ملي. غادي نطربها، نقص منه واحد الكويس صغير، ضفت ليه 200 غرام ديال الشكلاط، سخنته حتى غلا، ضفت ليه 200 غرام ديال الشكلاط وغادي نخليه حتى يذوب. كندوب فيه هذاك الشكلاط. المهم الا كان الحال بارد وما بغاش يذوب لكم تتبرد لكم الكريمه، تقدروا ديروه في حمام مائي وتكملوا الذوبان ديالو. المهم انا راه الصهد راه دغيا داب. صافي 200 غرام ديال الشكلاط مع نقص من هذيك 400 ملي واحد الكويس صغير ذوبت فيه الشكلاط، واحتفظت ب 100 ملي، يعني نص سيترو راه نقص منه 100 ملي غنخليها الكلاصاج، ونقص منه نقولوا 100 ملي اخرى درت فيها الشكلاط، و 300 ملي غادي نطربها. صافي كنطرب هذيك الكريمه ديالي واحد شويه، ما كنخليوهاش حتى كتشد راسها بزاف، وغادي ندير عليها داك الخليط ديال الشكلاط اللي ذوبت. شرط انه يكون نزلات الحراره ديالو، ما يكونش سخون، يكون دفى. صافي وعاد نضيفوه وغادي نعاود نطرب مزيان الخليط ديالي. المهم هذا الخليط هذا راه كيجي زوين في الكاطو كلاصي، كيجي قابض راسو. ما تحتاجوش جيلاتين. صافي القوام ديالو كيكون بهذا الشكل هذا. وغادي ندوز دابا باش غادي نمونطي الحليوه. صافي هنا كيف قلت لكم الطبقه السفلى ديال الكيك كنخلي شويه الفراغ بينها وبين السيركل، كندخل فيه الكريمه ديالي، كنديرو في واحد البوش ولا بلاستيك وكندخلوها باش كتجينا سهله. وغادي نجيب هذيك الطبقه ديال الباستا مع الشوكولاته اللي درت، كيف شفتوا راه قبطات راسها، كنحطوها بكل سهوله، كنحطوها من الفوق وكنكمل الكريمه ديالي. كنبداو بالجوانب عفوا حتى كتدخل لينا الكريمه وكنكملوا. صافي غادي نليسي ليها داك الفوق ديالها. كنحاولوا نقادوا لها الوجه ديالها مزيان باش كيجينا الكلاصاج ديالنا مقاد فوق منها. صافي من بعد ما قاديتها غادي نغطي عليها بالسلوفان وغادي ندخلها المجمد. من الافضل تخليوها تبات ليله كامله باش كتكون شاده في راسها مزيان. صافي دخلتها المجمد وغادي ندوز باش نحضر الكلاصاج، ولكن الكلاصاج راني حضرته ما نحتاجش نبيتو، راني حضرته حتى بغيت صافي نقدم الحليوه. هذيك 100 ملي نقص من نصف لتر عفوا هي اللي ضفت عليها دابا 200 غرام ديال الشوكولاط وحده اخرى. 200 غرام انا درت الشوكولاط غير ديال كالا، تقدروا ديروا شوكولاطه نوعي جيد. صافي ديروها على النار حتى كتغلي وكديروا فيها الشوكولاط ديالكم باش يذوب. من بعد ما داب ليا الشوكولاط غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال زيت نباتيه باش كيعطينا واحد اللمعه لهذا الكلاصاج هذا. مهم كلاصاج اللي ساهل مهل وكيجي رائع، وضروري ما نصفيوه باش كيكون الخليط ديالنا ما فيهش، ما نخليوش فيه حتى شي طريف ديال الشكلاط ولا كنصفيوه. وغادي نخليه كتنزل ليه الحراره حتى كيولي دافي، وعاد غنكلاصي به الحلوه. صافي من بعد ليله كامله خرجت الكاطو ديالي، كنحيد ليه السلوفان من الجناب. كيساعدنا هاد السلوفان باش
تحيد لينا دغيا وكيبقى الشكل ديالها زوين. صافي من التحت لحقاش دايره ديك القاعده من التحت ديك الكرتونه، كيجي بكل سهوله كتهزوه ما كيتخسرش ليكم. صافي كنجيب واحد المجفف ديال الشعر وكندوزو هكا من الجناب ديال السيركل باش كيتحيد ليا دغيا. وغادي درتها عليتها فوق واحد الزليفه ودرت بلاستيكه لتحت باش داك الكلاصاج اللي كيطيح نقدروا نعاودو نهزوه وندوبو في حمام مائي ونعاودو نكملوا الكلاصاج ديال الحلوه ديالنا. صافي درتو على الحليوه من الفوق وكنقادها تزيين. انا اللي متوفر عندي باش زينت، الا عندكم باش تزينوا راه غادي يجيكم زوين. المهم انا عندي غير شويه ديال اللوز ايفي اللي حمرته وزينت به بهذه الطريقه هذه. صافي وكتبت فيه في الاخير لحقاش هاد الحليوه هذه درتها لبنتي بمناسبه ديال النجاح. فرحتها، كتفرحوا الوليدات ديالنا بابسط الحوايج. نتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ديال اليوم. ما تنسونيش من تعاتكم ومن لايكات لي الفيديو. المهم انا ما قطعتش الحلوه هنايا لحقاش غتقطعها بنتي من بعد، غادي نوريكم التصويره ديال الحلوه مقطعه. والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.